إذا نشاهد هذه اللحظات لقطات لمسيرة إيرانية تضرب ناقلة نفط أمريكية في المياه الخليجية، وأعمدة النيران تتصاعد بشكل كبير بمسيرات انتحارية. الحرس الثوري يضرب ناقلة نفط أمريكية في الخليج. قال الحرس الثوري الإيراني إن قواته البحرية أصابت ناقلة نفط أمريكية ترفع علم جزر مارشال في المياه الخليجية باستخدام مسيرة انتحارية. وأضاف الحرس في بيان اليوم السبت عبر موقعه الإلكتروني أن ناقلة نفط تحمل الاسم التجاري لويز بي وترفع علم جزر مارشال هي إحدى أصول الولايات المتحدة. هذا وكانت وكالة الأنباء الإيرانية قد نقلت عن الحرس الثوري استهداف ناقلة نفط أخرى تجاهلت التعليمات في مضيق هرمز على حد وصف الوكالة. وأضافت الوكالة أن ناقلة نفط تحمل الاسم التجاري بريما استهدفت بطائرة مسيرة صباح اليوم السبت، وذلك إثر تجاهلها التحذيرات المتكررة من القوات البحرية التابعة للحرس الثوري بشأن قوانين منع المرور وخطورة الوضع في مضيق هرمز. وشددت الوكالة على أن مضيق هرمز يخضع للتحكم من الحرس الثوري لليوم الثامن على التوالي، رداً على الهجمات العسكرية الإسرائيلية الأمريكية واغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، مؤكداً أنه لن يسمح لناقلات النفط والسفن التجارية التابعة للدول المعادية وحلفائها بالمرور عبر هذا المضيق. ويمثل مضيق هرمز نقطة عبور رئيسية ضمن أحد أهم الممرات الملاحية الحيوية في العالم، ويعد أحد الشرايين الأساسية للتجارة الدولية، إذ يمر عبره نحو 11% من حجم التجارة العالمية، كما يمر عبره أكثر من 20 مليون برميل نفط يومياً. وأعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق المضيق يوم 28 فبراير شباط الماضي بعد هجوم إسرائيلي أمريكي أسفر عن اغتيال خامنئي. وبعد ذلك رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمرافقة البحرية الأمريكية لناقلات النفط في حال الضرورة. نشاهد في هذه اللحظات سقوط صواريخ خيبر شكن البالستية الإيرانية، قد نجحت في ضرب مفاعلات النقب النووية في جنوب إسرائيل قرب مدينة ديمونا. وفي هذه اللحظة الحرجة من التصعيد الإقليمي أعلن الحرس الثوري الإيراني نجاح ضربة نوعية بصواريخ خيبر شكن البالستية المتقدمة على مفاعل ديمونا النووي في صحراء النقب جنوب إسرائيل. التقارير الأولية الواردة من مصادر إيرانية وعسكرية تشير إلى أن عدة صواريخ من هذا النوع الذي يتميز بمدى 1450 كم وقدرة مناورة عالية ومركبة عودة قابلة للتحكم اخترقت الدفاعات الإسرائيلية متعددة الطبقات بما فيها حيتس 3 ومقلاع داوود، وأصابت أهدافها بدقة داخل الموقع النووي. شهود عيان في المناطق المجاورة لديمونا أفادوا بسماع انفجارات هائلة متتالية تلتها أعمدة دخان كثيفة سوداء ترتفع إلى السماء مع انتشار رائحة حريق قوية. صفارات الإنذار دوت في تل أبيب والبلدات المحيطة، وتم تفعيل حالة طوارئ قصوى في جميع أنحاء إسرائيل. الجيش الإسرائيلي أكد في بيان مقتضب وقوع إصابات مباشرة في موقع حساس جنوب البلاد، لكنه لم يحدد بعد طبيعة الأضرار أو وجود تسرب إشعاعي. ومع ذلك تحذيرات خبراء نوويين تشير إلى أن أي إصابة للمفاعل أو خزانات البلوتونيوم قد تؤدي إلى كارثة إشعاعية مشابهة لتشيرنوبيل أو فوكوشيما، مع انتشار السحب الإشعاعية نحو الأردن والسعودية ودول الخليج حسب اتجاه الرياح. يأتي هذا الهجوم كرد مباشر على الضربات الأمريكية الإسرائيلية المكثفة على المنشآت النووية الإيرانية مثل ناطنز وأصفهان، والتي أسفرت عن تدمير جزئي لقدرات تخصيب اليورانيوم وتطوير الأسلحة. صواريخ خيبر شكن التي كشف عنها عام 2022 أثبتت فعاليتها في اختراق الدفاعات بفضل سرعتها الفائقة تصل إلى 5 إلى 7 ماخ
ورؤوسها المتعددة أو الفراغية، مما يجعلها سلاح ردع استراتيجي حقيقي. الحرس الثوري وصف العملية بأنها الوعد الصادق 4 في موجتها الأخيرة، مؤكدا أنها رد على محاولات تغيير النظام عبر الفوضى المسلحة. الوضع يتطور بسرعة مذهلة. إسرائيل أعلنت حالة حرب شاملة ودعت السكان إلى الاحتماء في الملاجئ، بينما يترقب العالم رداً إسرائيلياً محتملاً قد يستهدف قلب البرنامج النووي الإيراني أو حتى قيادات في طهران. مخاوف دولية من توسع الصراع إلى حرب نووية إقليمية تتصاعد مع دعوات أممية لوقف إطلاق النار الفوري. هذه اللحظة قد تغير خريطة الشرق الأوسط إلى الأبد.